السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة. ورجعت لكم فيديو جديد ومميز. الفيديو بتاعنا النهاردة مميز جدا جدا وهيعجبكم قوي. وفي مشكلة حصلت لي جامدة قوي محدش هيحلها الا حضراتكم. بس طبعا قبل ما ندخل على الفيديو وعلى المشكلة هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده ده بيت السلاحف. انا طبعا كنت بحط لهم السيراميكا واحط عليه اكل لان كان فيه شمس بتدخله في الصيف. طبعا لما جينا في الشتاء الشمس قلت خالص، فانا بقيت انقلهم في مكان بره زي ما كنت بصور لحضراتكم. وافوجئ ان في مفاجأة حصلت. القطة جابت القطط الصغنطاطين في بيت السلاحف، قطعت لهم حتة من الموكيت اللي انا كنت مغطيه بيه بيت السلاحف وحطيتهم فيه، عاملاه زي جراب كده او زي بيت عشان طبعا يدفوا في الشتاء. وانا مش عارفه اعمل ايه. انا طالعه الصبح افتح على السلاحف لقيت المنظر اللي قدامي ده. طبعا هم شكلهم لذاذ قوي وطعمين قوي. دول يا جماعه القطط اللي هم بيتربوا في الشوارع. كانت القطه ولدت 5 قطط بسم الله ما شاء الله، وولدتهم عندي فوق في مكان تاني خالص اللي انا كنت صورته لكم. وبعد كده هي من طبيعة القطة كل شوية بتقعد تدور على مكان حلو لولادها تخبيهم فيه ويكون امان بالنسبه لهم ويكون دفى. لان طبعا الشتاء يعني القطط بتموت جدا في الشتاء من السقعه، خصوصا قطط الشوارع دي غير القطط البيوت بيكونوا دافين وكده. شايفين قطعت الموكيت وعملت لهم زي بيت كده فيه، وهم كبروا ما شاء الله وفتحوا وبقوا يتمشوا. ده بيت السلاحف اهو. فانا بصراحة مش عارفة اعمل ايه بصراحة. يعني هم صعبانين عليا وشكلهم لذاذ جدا، بس طبعا هتصادفني مشكلة فيما بعد ما يكبروا ويبتدوا يعملوا حمام. هي القطط نظيفة وكل حاجة بتحفر وبتبتدي تعمل حمام في التراب. فده طبعا هيبقى مشكلة بالنسبة للسلاحف. فأنا بصراحة مش عارفة أعمل إيه يعني. انتوا قولولي بقى، اكتبولي في الكومنتات الحل إيه في الموضوع ده. ولسه كمان لما يكبروا هينتشروا في السطح. شايفين القطة الصغنطوطة ال5 نايمة ازاي؟ عسلات خالص بسم الله ما شاء الله. أي حاجة صغيرة بتبقى جميلة ولذيذة. أنا بحب القطط بس ما بحبش أربيها عندي في الشقة خالص عشان طبعا مزعجة خالص بعكس السلاحف تماما. هنا طبعا مامتهم جابت لهم من الاشارب ده او القماشة دي. شايفين هنا السلحفة عايزة تهرب منهم. شايفين الطعامة لذاذ قوي. مش عارفة والله انا اعمل ايه في الموضوع ده. لو عندكم حل قولولي. هما كده استولوا او احتلوا بيت السلاحف عشان طبعا دفا وعشان تراب ومش عارفة اعمل ايه بصراحة. شايفين السلاحف منتشرة اهي. وبعدين انا حاولت اغير مكانهم على فكرة، حاولت انقلهم في مكان تاني امن في العين التانية. انا عاملة البيت ده عينتين، عين للسلاحف المصري وعين لليوناني. بس بالليل بلمهم مع بعض عشان ايه؟ اقفل عليهم حلو بالباب السلك وادفيهم بالبطانية عشان ما يدخلهمش اي تيار هوا وكده. فهم طبعا اختاروا المكان هنا. بقى طبعا الام بترضعهم زي ما حضراتكم شايفين جت وكمان بترضعهم. يعني مش هم بس الام بتاكل وتدخل ترضعهم. بصوا عماله بتستعطفني ازاي. يعني كمان انا ببص لها وكنت بصورها فهي خايفه، خايفه ان انا اعمل اي حركه غدر في عيالها او كده. القطط بتخاف على اولادها جدا يا جماعه، جدا جدا جدا. هي تربيه القطط لذيذه وكل حاجه. بس عايزه مجهود وعايزه واحده فاضيه لهم لان بيحتاجوا نظافه جدا. هم بيعملوا حمام في يعني ما بيجوا يعملوا. بصوا هنا هي بتخوفني. يعني بتقولي ما تجيش جنب ولادي. شايفين؟ انا طبعا مش كنت بعمل لها حاجه، انا كنت بس بصورها. وبصوا بقى اولادها بيلعبوا معاها ازاي. هي طبعا القطط الشرازي زي ما قلت لحضراتكم ان الفرو بتاعهم او الشعر بتاعهم يبقى كثيف وبيقع كتير غير السلاحف البلدي. السلاحف البلدي بتبقى طعمة ولذيذة ودمها خفيف وحركتها اكتر من الشرازي. بس الشرازي بيبقى الفرو بتاعهم عالي وشكلهم بيبقى اجمل شوية. بصوا بسم الله ما شاء الله. انا بصراحة مش عارفة اتصرف اعمل ايه. يعني انا فكرت انقلهم في مكان تاني دافي. بترجع اصحى الصبح الاقيها نقلهم تاني في بيت السلاح. بتدخل ازاي؟ بتعمل ايه؟ انا بصراحة مش عارفة. بصوا هنا بقى طبعا بعد ما رضعوا وشبعوا عمالين بقى بيتنططوا وبيلعبوا هنا في بيت السلاحف. فانتوا قولوا لي حل. اعمل ايه في القطط وفي السلاحف الاتنين؟
بصوا طعمين قوي لزاز، بسم الله ما شاء الله، وكلهم ما شاء الله من سن واحد. يعني قصدي كل واحد شكل مختلف كده وطعمين خالص. بصوا لزاز ازاي، بصوا اشقية. سلاحف البلدي طعمين في العبوم قوي يعني. انا كنت مربية قطة بلدي عندي وقطة شرازي في الشقة تحت، كانت البلدي دمها شربات وطعمة قوي ولذيذة، كانت ابيض في اسود. والشرازي كانت رمادي كده او رصاصي، وكانوا لذاذ قوي. بس يعني بصراحة ما حبيتهمش عندي في الشقة، يعني بحس بقلق كده. غير السلاحف، السلاحف ملهمش صوت، السلاحف ملهمش حركة، السلاحف مش متعبين خالص. دول اللي كنت بلاقيهم ينطوا على الرخامة. منين ما امشي هم ورايا، ممكن يعني وانا بلف كده ادوس على واحدة غصب عني. فانا عندي فوبيا بصراحة من الحاجات دي. آم، فمش عارفة بقى. هو انا مش عايزة اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، انا بس حبيت اصور لكم كده بعض الصور ليهم. قولوا لي بقى لو عجبكم بقى القطط، قولوا لي ايه رأيكم فيها، وانتظروني في فيديو جديد. سلام عليكم.